فيلمنا بيبدأ مع سام، ودي بنت بتكون عايشة في نيويورك، أسرع وأكتر مدينة فيها دوشة وزحمة في العالم، رايحة في رحلة سريعة لقلب المدينة مع قطتها الصغيرة فرويد. وفجأة السما بتمطر نيازك وكائنات فضائية مرعبة وبتجري بسرعة الصاروخ، وأي حد بيطلع صوت الكائنات ديت بتفرتكه في ثانية، ونيويورك بتتحول لمدينة أموات في دقايق، والجيش بيفجر الجسور عشان يحبس الكائنات ديت جوه الجزيرة. سام بتلاقي نفسها محشورة في وسط الموت، ومعاها شاب غريب ومرعوب اسمه إيريك. اللعبة المرة دي مش بس انهم يهربوا، اللعبة انهم يمشوا وسط ملايين الوحوش في صمت قاتل. ومن هنا بتبدأ قصة فيلمنا. اول ما المشرف المسؤول عنها قال لها يلا يا سام، عندنا رحلة لقلب المدينة، هنروح نتفرج على مسرحية ونغير جو. وافقت فورا وفرحت جدا، وقالت بالمناسبة السعيدة ديت ناكل لنا حتتين بيتزا من بتوع نيويورك اللي بقالي قرن دايخة عليهم. ركبت الاتوبيس وفرويد القطة في حضنها، ونزلوا في وسط الزحمة ودوشة نيويورك. وطبعا انت عارف نيويورك، كلاكسات عربيات وناس بتزعق وشغل حفر في الشوارع، يعني من الاخر ابعد مكان في الكوكب عن حاجة اسمها هدوء. خلصوا المسرحية وخرجوا في الشارع، وهنا بقى بتبدأ الليلة السوداء اللي ما فيهاش نوم. فجأة وبدون اي مقدمات السماء لونها بتتغير، وبتنزل منها نيازك وكتل نار مرعبة بتخبط في العمارات وبتفجر العربيات. الناس افتكرت في الاول انها قنبلة او هجوم ارهابي، وبدأ الصريخ والجري، والكل بيخبط في بعضه عشان يلحق نفسه. الاتوبيس اللي سام راكباه بيتقلب في نص الشارع من قوة الانفجارات، وسام بتطلع منه وهي دايخة ومش شايفة قدامها شبر من كتر التراب والدخان اللي ملا الجو. واول ما بتمسح عينيها وبتبص حواليها بتشوف ابشع منظر ممكن تتخيله في حياتك. كائنات فضائية ضخمة شكلها مرعب وشبه العناكب العملاقة، وبتجري بسرعة مش طبيعية وبتطير في الهواء، واي بني ادم بيصرخ او بيجري الكائن دوت بيلمحه في جزء من الثانية وبيطير رقبته ويقتله من غير تفاهم. وسام من كتر الرعب اتثبتت في مكانها، وقامت واخدة القطة فرويد في حضنها وجريت استخبت تحت عربية مقلوبة. وفي وسط ما هي ما بترتاش بتاخد بالها من حاجة غريبة جدا. الكائنات ديت ما بتشوفش، هي ما عندهاش عيون اصلا، بس عندها حاسة سمع خارقة وقاتلة. يعني لو صباع رجلك خبط في حتة صفيحة على الارض وعمل صوت تك، مبروك عليك، انت كده بقيت عشاء للوحوش. وسام كتمت نفسها تماما وحطت ايديها على بق القطة عشان ما تعملش اي صوت وتفضحهم، وقعدت تتفرج على المدينة اللي كانت من دقيقتين مليانة صوت ودوشة وهي بتتحول لبركة دم وصمت رهيب، والكل خايف يتنفس. وبعد كام ساعة من الرعب المستمر الجيش الامريكي بيتدخل، بس بغباء زيادة عن اللزوم، لانهم لما استوعبوا ان الوحوش ديت ملت الجزيرة بتاعت منهاتن ومش عارفين يسيطروا عليها، خافوا انها تتنقل لباقي الولايات، فخدوا القرار الصعب وفجروا كل الجسور والمنافذ اللي بتخرج من نيويورك. يعني بالبلدي كده حبسوا ملايين البني ادمين الابرياء جوه الجزيرة مع الوحوش، وقالوا لهم اتصرفوا مع نفسكم يا جماعة، البقاء للاقوى او للاهدى. وسام بتخرج من تحت العربية بمنتهى الحذر بعد ما الجو هدي شوية، وبتلاقي الشوارع عبارة عن مقبرة مفتوحة والعمارات محروقة والجثث في كل حتة، ومفيش اي صوت غير صوت الهواء. وهي ماشية وبتتسحب جنب الحيط بتسمع صوت مية بتتحرك فجأة في نفق المترو اللي تحت الارض، وبتبص بتلاقي شاب طويل ووشه جايب 100 لون من الرعب، لابس بدلة غرقانة مية وطالع بيتراش كأنه شايف عفريت. والشاب ده اسمه إيريك اول ما بيشوف سام بيجري عليها وهو عايز يصرخ ويستنجد بيها، بس سام في جزء من الثانية بتمسك طوبة من الارض وبترزعها في الحيطة البعيدة عشان تعمل صوت يشتت الوحوش، وبتجري على إيريك وتكتم بقه بايديها وتنزله على الارض، وهي بتبصله بعيون كلها شرار وبتقوله بالهمس اسكت لو طلعت صوت واحد دلوقتي احنا الاتنين هنروح في داهية. إيريك بيبص حواليه وبيلمح كائن ضخم واقف على سقف العربية اللي جنبهم مباشرة، وودانه الكبيرة عمالة تفتح وتقفل وهي بتدور على اي همسة. إيريك بيقفل عينيه وهو حاسس ان انفاس الوحوش بقت فقفاه، والعداد بتاع حياتهم بدأ يعد تنازلي في صمت قاتل. إيريك قاعد متثبت على الارض، وايد سام كاتمة بقه تماما وعينه مقلوبة من الرعب،
وهو شايف الكائن الفضائي الضخم واقف فوق سقف العربية اللي جنبهم مباشرة. الوحش ودانه الكبيرة عمالة تفتح وتقفل كأنها رادار شغال بيلقط أي ذبذبة صوت في الجو، والرجلين مدببة بتخبط في صاج العربية بتعمل صوت تك تك يخلي ركبك تخبط في بعضها. سام في اللحظة دي كانت حاطة ايديها التانية على بق القط فرويد اللي محشورة في حضنها، وقلبها عمال يدق زي الطبلة، بس عارفة ان دقة القلب ديت لو عليت زيادة عن اللزوم الكائن اللي بره ده ممكن يترجمها على انها صوت فريسة ويفرتكهم في ثانية. وبعد دقيقتين من حبس انفاسهم كأنهم يجوا 3 قرون، الوحش بيمل من القعدة وبيفرد دراعاته الطويلة ويرزع قفزة خرافية ويطير لاخر الشارع ورا صوت كلاكس عربية ضربت من بعيد. وسام بتشيل ايديها بالراحة من على بق ايريك اللي اول ما بياخد نفسه بيقع على الارض وهو بينهج من غير صوت، وبيمسح عرق الموت اللي مغرق وشه. الشاب ده من شكل بدلته النظيفة وساعته الغالية باين انه ملوش في حوارات النجاة دي نهائي، ده مجرد طالب قانون مغترب جاي من لندن عشان يدرس في نيويورك، وفجأة لقى نفسه محشور في نهاية العالم وسط وحوش بتاكل البني ادمين تسالي. سام بتبصله بنظرة اللي هو انت ايه اللي جابك ورايا يا عم الحاج، وبتشاور له بصباعها انه يفضل مكانه وما يتحركش، وبتاخد قطتها وبتسحب نفسها بالراحة وتكمل مشي جنب الحيط. بس إيريك لما لقى نفسه لوحده في الشارع الضلمة ده والدمار محاصره من كل حتة حس برعب مش طبيعي، وفهم ان البنت دي رغم ان شكلها عيانة وضعيفة الا انها صايعة وعندها ثبات انفعالي يوزن بلد، فما بيكدبش خبر وبيزحف وراها على ركبه بمنتهى الهدوء كأنه زي ضلها. وكل ما سام تتلفت بتبصله بقرف عشان يرجع، فبيعمل لها نظرة تسبيل ورجاء من بتوع ابوس ايدك سيبيني معاكي انا غلبان وما بطلعش صوت. سام بتستسلم في الاخر وبتسيبه يمشي وراها، وهدفها في اللحظة دي ما كانش انها تخرج من المدينة لانها كده كده عارفة ان الجيش فجر الجسور ومفيش مخرج. سام كان عندها هدف تاني خالص بره الصندوق، هدف يخلي المشاهد يستغرب ويفكر البنت دي دماغها فيها حاجة. هي عايزة تروح لمحل البيتزا اللي اسمه باتسي اللي موجود في منطقة هارلم. المحل ده كان ابوها الله يرحمه بياخدها فيه وهي صغيرة، وهي قررت ان لو دي هتبقى اخر ايامها في الدنيا يبقى تموت وهي واكلة حتة البيتزا اللي نفسها فيها. وهم بيتحركوا في صمت قاتل في وسط الشوارع المقلوبة، فجأة الجو بيبدأ يغيم والسماء بترعد، وفوق الرعد ده بتبدأ امطار غزيرة جدا تنزل وتغرق الشوارع. وهنا بقى هنا بقى إيريك وسام وشهم بينور وبياخدوا نفسهم لأول مرة لأنهم استوعبوا قانون طبيعي ذكي جدا في اللعبة دي. صوت المية الشديد وصوت الرعد اللي مغرق الدنيا بيغطي على أي صوت هم ممكن يعملوه. إيريك بيفرح جدا وقام باصص لسام وهو بيقول لها بصوت واطي بس مسموع احنا نقدر نتكلم دلوقتي، صوت المطر مغطي علينا. سام بتبتسم لأول مرة وبتقول له صح بس ما تفرحش قوي كده، المطر مش هيقعد على طول العمر، ويلا بينا نتحرك بسرعة قبل ما الجو يصفى والوحوش ترجع تسمع دبة النملة. وفعلا بيستغلوا الدوشة بتاعت المطر وبيجروا في وسط الشوارع عشان يختصروا الوقت، واول ما بيوصلوا للشارع الرئيسي ويدخلوه بيتثبتوا في مكانهم من الصدمة. الشارع ما كانش فاضي، ده كان مليان بآلاف البشر وطابور طويل جدا من سكان نيويورك ماشيين ورا بعض في صمت رهيب كأنهم جنازة ماشية من غير صوت. الناس دي كلها ماشية في اتجاه المينا لان في اشاعة طلعت ان الجيش بعت سفينة بحرية هتيجي تاخد الناجين من على الشط، وبما ان الوحوش ما بتسمعش وسط المية فالسفن دي هي املهم الوحيد. إيريك بيمسك ايد سام وبيشاور لها على الطابور وعينه كلها امل ويقول لها يلا بينا معاهم دي فرصتنا عشان نعيش. بس سام بتبص للطابور بملامح حزينة وبتشيل ايديها منه وبتشاور له على منطقة هارلم اللي في اتجاه العكسي تماما. إيريك بيبص لسام بذهول تام واللي هو يا بنتي انت بتتكلمي جد؟ الناس كلها رايحة ناحية المينا والسفن عشان ينجوا بحياتهم وانت عايزة تمشي في الاتجاه العكسي وتروحي منطقة هارلم عشان تاكلي بيتزا، ده انتحار رسمي. سام بتبص له بنظرة هادية جدا وكل
كلها تسليم، وبتطلع اجندة صغيرة من جيبها وبتكتب له فيها كلمتين: انا كده كده هموت، دي ايام الفيروس الخبيث الاخيرة اللي موجودة في جسمي، وروحي موجودة هناك في الحاجة الوحيدة اللي مخليها رجلي تشيلني، لو عايز تعيش روح امشي معاهم. إيريك بياخد الكلمتين في نص قلبه وبيسكت، وبيحس بكمية بؤس مش طبيعية. البنت دي مش هاممها الوحوش لانها بتصارع وحش اكبر جوه نفسها. إيريك بيبص لطابور الناس اللي ماشيين زي الزومبي في صمت، ويرجع يبص لسام اللي دورت وشها واخدت قطتها فرود وبدأت تمشي في طريقها العكسي في منتهى الهدوء. للحظة إيريك بيقرر يمشي مع الناس وينفد بجلده، بس اول ما بياخد خطوتين بيتلفت وراه وبيلاقي البنت ماشية لوحدها وضعيفة وجواها شجاعة هو نفسه ما بيمتلكهاش، فبيشتم في سره ويعدل ياقة بدلته وبيجري يتسحب وراها تاني، واللي هو يلا يا واد يا إيريك، كده ميت وكده ميت، على الاقل نموت واحنا شبعانين. سام بتتلفت تلاقيه وراها، فبتبتسم ابتسامة خفيفة من غير ما تنطق، وبيكملوا رحلتهم سوا. وفجأة المطر بيبدأ يخف لحد ما بيتقطع تماما، وهنا بقى الرعب الحقيقي بيرجع. الصمت الرهيب بيلف الشوارع تاني، والدنيا بتبقى عاملة زي قشر البيض، لو دوست غلط على حتة ازاز مكسور هتعمل دوشة تسمع لاخر منهاتن. وفي وسط ما هما بيتحركوا جنب الحيط، القطة فرويد بتلمح فجأة فار بيجري في وسط الكركبة، وبحركة تلقائية من كائنات بحرية، قصدي كائنات أليفة، بتفلت من ايد سام وتجري ورا الفار وتدخل جوه مبنى إداري قديم وضخم. سام وشها بيجيب 100 لون، وبتقول في عقل بالها يخرب بيتك يا فرويد، هتودينا في داهية. إيريك بيسحب سام بسرعة وبيدخلوا ورا القطة جوه المبنى عشان يلحقوها قبل ما تعمل أي صوت. والمبنى من جوه كان عبارة عن مكاتب متبهدلة وأوراق طايرة في كل حتة، وهم ماشيين على طراطيف صوابعهم بيدوروا على فرويد. وفجأة بيسمعوا صوت مياو خفيفة جاية من الدور التاني، وفي جزء من الثانية بيسمعوا صوت بره المبنى بتاع رزعة قوية جدا، كأن في كائن فضائي لسه نازل من السماء وواقف قدام المدخل الرئيسي. وهنا الرعب شل حركتهم. إيريك وسام استخبوا فورا تحت مكتب خشب قريب، وبدأوا يبصوا من الفراغات، والباب الإزاز بتاع المبنى بيتفتح ببطء شديد وبيدخل منه واحد من الوحوش الفضائية. بس الوحش المرة ديت كان ضخم بشكل مرعب، وجسمه مليان مجسات، وراسه عمالة تلف في كل اتجاه، وهو بيفتح قشرة ودانه السمعية على الآخر عشان يلقط أي ذبذبة صوت. والوحش بيبدأ يتحرك جوه المكاتب خطوة ورا خطوة، ورجليه الحادة بتعمل صوت تخبيط على الباركيه، والصوت دوت بيكون مرعب جدا. وفي اللحظة دي سام حست بخلل في جهازها التنفسي، والكحة والنهجان بتوع المرض بدأوا يضغطوا على صدرها، وهي مش قادرة تكتم نفسها أكتر من كده، وشها احمر وعينيها دمعت وبدأت ترتعش. لو كحت كحة واحدة الوحش اللي على بعد 5 متر منهم هيفرتكم هما الاتنين في ثانية. إيريك بيتلفت لها ويشوف حالتها، فبيستوعب ان الوضع خطر جدا ولازم يتصرف فورا عشان يعمل اسعافات اولية للموقف. بيقرب من سام بسرعة وبيطلع المنديل القماش بتاعه من جيب البدلة، وبيرزعه على بقها ويكتمه بكل قوته، وبياخدها في حضنه وهو بيوشوش في ودانها بأقل نبرة صوت ممكن تطلع من بني آدم: كح جوه المنديل، كح في صدر أنا، ابلعي الصوت يا سام. وسام بتكح بكل غلها جوه المنديل وفي صدر إيريك، والصوت بيطلع مكتوم بنسبة 90%. والوحش بره بيقف فجأة، ودانه بتتحرك ناحية المكتب اللي هم مستخبين تحته، وبيمشي خطوات سريعة وعنيفة في اتجاههم. إيريك قفل عينيه وقال خلاص ودعنا يا راجل يا طيب. والوحش بقى واقف فوق المكتب بتاعهم بالظبط، ودله الضخم مغطي الشاشة كلها، والمشاهدين حاطين ايديهم على بقهم مستنيين الضربة. وفجأة من غير أي مقدمات بيطلع صوت كشكلة واوراق بتترزع في اخر الصاله بره. الوحش بيتلفت بسرعه البرق ويطير في اتجاه الصوت، وبنكتشف ان القط فرويد هي اللي وقعت رزمه الورق من على الرف عشان تنقذ اصحابها في اخر ثانيه. واول ما الوحش بيطير في اتجاه الدوشه اللي عملتها فرويد، إيريك وسام بياخدوا نفسهم اخيرا والروح بتترد فيهم من تاني. إيريك بيبص لسام اللي وشها بدا يهدى من كتر الكحه، وبيشاور لها انهم لازم يتحركوا حالا قبل ما الوحش يكتشف انها قطه
كحيانة ويرجع يفرتك المكان كله. وبيطلعوا من تحت المكتب على طراطيف صوابعهم، وسام بتسحب فرويد اللي كانت قاعدة بتنظف في نفسها ببرود ولا كأنها لسه منقذة حياتهم من الموت. وبيهربوا بره المبنى الإداري ده باللي فيه. الشوارع بره بدأت تضلم، والليل في نيويورك مع الوحوش ده معناه ان الرعب بيتضاعف 100 مرة. سام طريقتها في المشي بدأت تتقل ورجليها منفخة من كتر المشي والوقوع، وإيريك حاسس ان البنت دي بتجيب اخرها فعلا. فبيقرروا يدخلوا ويستخبوا في كنيسة قديمة مهجورة على اول الطريق علشان يريحوا فيها لحد الصبح. واول ما بيدخلوا بيلاقوا المكان مليان ناس تانية مستخبيين في الضلمة، بس الكل قاعد في حاله، مفيش حد بيبص للتاني ومفيش ولا همسة، كأنهم تماثيل شمع محطوطة في صالة عرض. وسام بتقعد على دكة خشب وهي ساندة دماغها لورا وعينيها مقفولة من التعب، وإيريك بيقعد جنبها وبيطلع الصندوق الصغير اللي فيه الأدوية والمسكنات بتاعتها اللي لحق يجيبها معاهم، وبيديلها حباية مسكن عشان تهدي الوجع شوية. وساعتها سام بتفتح عينيها وبتبصله نظرة كلها امتنان. البنت دي عاشت حياتها كلها منعزلة بسبب مرضها، وما كانتش متخيلة ان الشاب المغترب دوت اللي ما يعرفهاش اصلا هيفضل متبت فيها كده ومستعد يضحي بحياته عشان خاطر رحلتها المجنونة. سام بتطلع الاجندة بتاعتها وبتكتب له: انا اسفة، انا جرجرتك معايا في حوار ملوش لازمة، انت كان زمانك على السفينة دلوقتي. إيريك بيبص الاجندة وبيبتسم ابتسامة رايقة جدا وبيقول لها بالهمسة: على فكرة بقى، انا طفولتي كلها كانت في لندن ووسط مسؤوليات ودراسة، وعمري ما حسيت اني بعمل حاجة مجنونة او حقيقية غير النهاردة. انا اللي بشكرك يا سام. وفجأة ومن غير اي مقدمات بتسمعوا صوت ضرب نار وانفجارات عنيفة جدا جاية من ناحية المينا والشط. الناس اللي في الكنيسة كلهم اتخضوا وبدأوا يبصوا من الشبابيك برعب. الجيش تقريبا حاول يعمل عملية اخلاء للسفن، بس الدوشة زادت عن اللزوم، فالوحوش هجمت عليهم من كل حتة وحولت المينا لمجزرة لايف، وصوت الصريخ بره واصل لحد الكنيسة. وإيريك بيستوعب انه لو كان مشي مع الطابور كان زمانه دلوقتي اتكل على الله. وبيبص لسام اللي هو يعني سبحان الله، البيتزا بتاعتك هي اللي انقذت حياتي. بس الفرحة ما بتكملش، لان الدوشة اللي بره ديت خلت الوحوش تتجنن وتجري في الشوارع زي الغربان. وفجأة سقف الكنيسة الازاز بيتفجر وبينزل 100 حتة. واحد من الكائنات الفضائية الكبيرة نزل من السقف مباشرة في نص الكنيسة، والناس بدأت تصوت وتجري بطريقة عشوائية وفي كل حتة. وطالما في صريخ يبقى الوحش هيشتغل فرم، والكائن عمال يطير ويقطع في الناس. وإيريك بيمسك ايد سام ويجروا ناحية الباب الجانبي، بس وهم خارجين في حتة خشب كبيرة بتقع من السقف وبتقفل الممر عليهم تماما. إيريك بيلاقي نفسه محشور هو وسام في ركن ضيق، والوحش بره خلص على كل اللي في الكنيسة وبدأ يلف راسه ببطء شديد ناحية الممر اللي هم مستخبين وراه. وصوت خطوات رجله مدبدبة بتقرب منهم خطوة ورا خطوة، والوحش واقف على بعد خطوتين بس من الممر، ودانه عمالة تفتح وتقفل وتطلع صوت تكتكة مرعب جدا كأنه بينبش في الضلمة عشان يلقط أي نفس. إيريك وسام متثبتين في مكانهم وظهرهم في الحيطة، والقطة فرويد محشورة بين رجليهم ومتثبتة هي كمان كأنها فاهمة اللعبة. وإيريك وشه بيكون مليان عرق وبيغرق ياقة بدلته، وعقله شغال يلف ويدور بسرعة الصاروخ. الممر مقفول بخشب السقف، ولو حاولوا يزقوه هيعملوا دوشة تهد الكنيسة والوحوش هتفترسهم في جزء من الثانية. في اللحظة دي سام بتبص لإيريك بنظرة حزينة وكأنها بتقول له: خلاص يا صاحبي، وصلنا لآخر المحطة. بس إيريك بيقرر إنه مش هيستسلم بالسهولة دي، وبتجيله فكرة بره الصندوق تماما. وبيلمح على الأرض جنبه علبة تونة حديد فاضية من كركبة الناس اللي كانت مستخبية. بيمد إيده بالراحة من غير ما يطلع صوت وبيلقطها، وبعزم ما عنده بيرزع العلبة الحديد من الشباك المكسور بتاع الكنيسة وبتطلع بره في الشارع وبتخبط في صاج عربية مقلوبة، والصوت بره بيطلع يرن. والوحش أول ما بيسمع صوت الرنة دي بيتحرك بسرعة مش طبيعية كأنه سهم بيطير من فوق الخشب وبيخرج بره الكنيسة في ثانية ورا الصوت. إيريك ما بيكدبش خبر كأن الروح ردت فيه، وبيزق الخشب بالراحة وبيمسك ايد سام ويخرجوا يجروا من الباب الجانبي للكنيسة، والنفس طالع منهم بالعافية. بيمشوا بقية الليل كله يتسحبوا وسط الضلمة والخراب لحد ما خيوط الشمس الأولى بتبدأ تطلع، وأخيرا بيوصلوا لمنطقة هارلم. والمنطقة واقعة تماما والمحلات متكسرة والجو هادي هدوء يقبض القلب.
بس سام اول ما بتلمح اليافطة الزرقاء القديمة اللي مكتوب عليها محل باتسي للبيتزا عينيها بتدمع ووشها بينور بابتسامة بقالها كتير ما شافتهاش، واخيرا وصلت للمكان اللي ذكرياتها هي وابوها كله موجود فيه. وبيدخلوا المحل على طراطيف صوابعهم، بس للاسف المحل متبهدل تماما والافران متكسرة ومطفية ومفيش ولا فلفولة عجين واحدة. وسام بتقعد على الارض في نص المحل وبتحط راسها بين ايديها وبتبدأ تبكي من غير صوت، كأن الامل الاخير اللي كان ممشيها على رجلها انهار فوق دماغها. إيريك بيبص لها وبيحس ان قلبه بيتقطع عليها. البنت دي عاشت حياتها كلها في بؤس المرض والدنيا مستخسرة فيها فرحة اخيرة قبل ما تودع. إيريك بيقرر يوجب معاها وبيعمل المستحيل عشان يبسطها، وبيشاور لها انها تفضل مكانها، وبيتسحب وبيدخل المطبخ اللي ورا. بالصدفة بيلاقي علبة كرتون مقفولة تحت الترابيزة، وبيفتحها بيلاقي جواها اكياس دي وصلصة معلبة وجبنة. والاجمد من كده انه بيلاقي شعلة غاز صغيرة من بتوع التخييم لسه فيها الروح وشغالة. إيريك بيشمر كمه وبيبدأ يعجن ويظبط حتة بيتزا على قده، وبيشغل الشعلة الصغيرة في السر من غير ما تطلع صوت ويسويها بالراحة. وبعد نص ساعة إيريك بيخرج لسام وهو شايل في ايده صينية صغيرة عليها قطعتين بيتزا سخنين وريحتهم توديك في حتة تانية. وسام بتبرق بعينيها وهي مش مصدقة، وبتبص لإيريك بنظرة كلها تسقيف واعجاب بجد. وبيقعدوا هما الاتنين على الارض في ضلمة المحل وياكلوا البيتزا، وبيقسموا اللقمة اللي معاهم للقطة فريود. وفي اللحظة دي بالرغم من ان الوحوش بره محاصرة المدينة والدنيا بتنتهي، الا انهم بيحسوا بسعادة وراحة نفسية مفيش زيها. زبادي خلاط على الاخر. بعد ما بيخلصوا سام بتطلع من جيبها جهاز الووكمان القديم بتاعها وسماعات الراس، وبتديلها لإيريك وبتشغل شريط كاسيت قديم لاغنية جاز هادية كان ابوها بيحبها. إيريك بيحط السماعات على ودنه وبيسمع المزيكا الرايقة، وسام بتمسك ايده وبتبدأ تتحرك معاه وتخليه يرقص معاها وسط المحل المهجور بمنتهى الخفة والهدوء. رقصة صامتة على نغمات مزيكا ما بيسمعهاش غير إيريك في ودنه. وفي وسط ما هم عايشين اللحظة الرومانسية الرايقة دي، إيريك فجأة عينه بتروح على الشباك المكسور بتاع المحل، وبيتثبت في مكانه لما بيلمح من بعيد سفينة إنقاذ حقيقية تبع للجيش بتقرب من الشط القريب بتاع منطقة هارلم، وبتنزل قوارب صغيرة عشان تاخد اي حد لسه عايش. بس المشكلة ان الشط ده بيفصل بينهم وبينه شارع مفتوح بحاله، والشارع ده مليان بأعداد مش طبيعية من الوحوش الفضائية اللي مستخبية فوق العمارات ومستنية اي همسة. سام وإيريك بيجروا في المطر عشان الصوت يتدارى، بس فجأة المطر بيقف والوحوش بتلمحهم، وسام بتاخد القرار الصعب وبتضحي بنفسها وبترزع راديو في الارض وبتصرخ بعلو صوتها عشان تشتت الوحوش وتفتح لإيريك طريق يهرب منه. إيريك بيجري وهو بيعيط وبياخد القطة فرود في حضنه وبينط في المية ويلحق مركب الإنقاذ الأخيرة في آخر ثانية بفضل تضحية سام. سام بتقف في نص نيويورك لوحدها وبمنتهى الشجاعة والرضا بتشيل السماعات الووكمان من ودنها وبتدور وشال الوحوش وهي مبتسمة. وتوتا توتا خلصت الحدوتة. فيلم رعب ملوش حل. كان معكم أبو طه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وما تنسوش تبعتولي على الفيس ودي صفحتي. يلا سلام.